ساعات بتجيلك لحظة إدراك إنه فلان عمل وفلان راح وفلان جه وفلان وصل، وأنت لسه واقف مكانك وحاسس إنك ما عملتش حاجة. طب ليه بتشوف الكل ناجح وأنت لأ، سواء على السوشيال ميديا أو في الواقع؟ لأنهم بيوريك اللي هم عايزين يوروهولك. ما بتشوفش المستخبي والجانب المظلم اللي في حياة كل واحد فينا. إحنا بس بنشوف الابتسامة، بس ما بناخدش بالنا من كل ده مع الشخص ده نزلها بينه وما بين نفسه. وكمان بتقارن كواليسك بأفضل لقطاتهم. بتكون لسه بادئ في حاجة معينة وبتشوف الناجح في الحتة دي وتقارن نفسك بيه. فهنا أنت بتقارن كواليسك بأفضل نسخة ليهم. بتقارن أول خطوة عندك بآخر خطوة عند شخص تاني، وبتنتهي المقارنة دي بالإحباط، لأنك بتقارن المرحلة النهائية بتاع أي شخص بالمرحلة الباخرة اللي أنت لسه ماشي فيها. لكن الطبيعي كله مر بالملل وبالإحباط في النص وبالإحساس بالفشل اللي بيجي لأي حد. ثانيا، هل الوقت راح؟ مجتمعنا صنع جوانا فكرة إن اللي عدى ال30 وقته انتهى، ولكن دي فكرة غلط. بص كده على صاحب كنتاكي اللي ابتدى نجاحه من أواخر الخمسينات أو بداية الستينات من عمره. بص كده على رونالدو مثلا اللي عدى سن ال40 وما زال مستمر وما يئسش، أو مؤسس شركة أبل اللي كان في بدايته شغال في جراج. فكل واحد ليه ساعة زمنية مختلفة، كل واحد ليه ساعة زمنية ربنا كاتب له انه هيوصل فيه. والسن ده او العمر عموما مجرد رقم، مجرد وهم احنا بنعيش عليه. الاحساس اللي بيجي لك انك اتاخرت غيرك وصل وانت لسه، ده كله مجرد وهم احنا عايشين فيه. وعموما اي لحظه انت هتبدا فيها في حاجه معينه، دي كانت اللحظه اللي لازم فعلا تبدا فيها. وخليك عارف ان اللحظه اللي انت هتبدا فيها دي فعلا اللحظه اللي كنت لازم تبدا فيها. يعني ما تفكرش مثلا ان انا اتاخرت المفروض كنت ابدا من زمان وهكذا. لا عادي، الوقت ما بيخلصش مجرد ما في نفس طالع وده. ثالثا، المقارنة. انك بتقارن نفسك بغيرك، بتقارن نفسك بنجاح غيرك، بتقارن فشلك وكواليسك واحداثك المملة بنجاحات ونهاية غيرك. يعني انت بتقارن بداية طريقك بنهاية طريق غيرك، فدي بتكون مقارنة مش عادلة. انك تقارن بدايتك بنهاية حد او فشلك بنجاح فلان، لا انت عارف ظروفه ايه واللي مر بيه ايه، فشله في حياته بيكون فين. عموما مفيش حد مرتاح، عموما مفيش حد دايما في نجاح. اكيد بتفشل وبترجع تنجح تاني، اكيد بتفشل مرة واتنين وتلاتة وهتفشل تاني. ده كله على الوتيرة دي، مش انت بس. فانت ما تروحش تركز في طريق غيرك وتتكعبل في طريقك، لا انت ركز في طريقك، لانك بتخلص طاقتك في المقارنة بدل انك تسعى وتتحرك. النوع ده من المقارنات بيصنع منك نسخة مشوهة بدل ما يصنع منك افضل نسخة منك. وخليك عارف ان افضل مقارنة فعلا انك تقارن نفسك النهاردة بامبارح، تشوف انت وصلت لايه وعملت ايه. فما تقارنش نفسك بحد، لان ده مش عدل ليك. لان زي ما قلت لك انت مش عارف ظروف غيرك، مش عارف الاحداث اللي بيمر بيها ايه، مش عارف مدى المصاعب اللي هو عدى منها وانت واقف مكانك. وبرضه ظروفك تختلف عن ظروف اي حد، كل واحد ظروفه مختلفة وكل واحد حياته مختلفة وقصة نجاحه مختلفة. انت ليك نجاح معين في حياتك غيرك مش هيوصل له، وهكذا. فحاول تبعد عن المقارنات وركز على مقارنة نفسك بنفسك. تمام؟ حاول ما تستنزفش نفسك في المقارنة. خامسا، حدد هدف معين انت عايز توصل له، لان كتر الاختيارات وكتر الاهداف اللي انت بتركز عليها بتخليك مشتت ومش عارف انت هتعمل ايه او توصل لايه. بتخلي الوقت يعدي عليك وانت ما عملتش حاجه وما خلصتش حاجه منهم. فانت حاول تحدد هدف، حاول تشوف انت كويس في ايه او عندك القدره انك تعمل ايه وركز عليه. سادسا، هو النجاح عبارة عن ايه؟ هل عبارة عن فلوس وعربية وبيت وفيلا والقصص اللي احنا بنشوفها على السوشيال، ولا الراحة النفسية والسلام النفسي؟ النجاح بيختلف من شخص للتاني. ممكن يكون النجاح بالنسبة لشخص هو الراحة المادية والنفسية مثلا، في شخص تاني النجاح بالنسبة له انه يوصل لأهداف معينة في حياته او انه هيعمل حاجة او انجاز معين. ولكن بشكل عام النجاح عموما انك تعرف تعيش لحظات مريحة نفسيا، امورك تكون مع ربنا كويسة، حياتك الاجتماعية مع أهلك والناس اللي حواليك تمام، السلام النفسي الداخلي أو سلامتك أنت ذات نفسك. هو ده النجاح عموما. يعني هو ده النجاح اللي فيه ناس كتير بتتمناه. والنجاح فعلا إنك تعرف تطور نفسك من امبارح للنهاردة، ولما تقارن نفسك برضو من امبارح للنهاردة. سابعا، ابدأ صغير. عادي جدا إنك لما تبدأ في حاجة معينة أنت أول مرة تبدأ فيها أو أول مرة تدخل فيها، طبيعي تكون صغير فيها. ايا كان المجال ده، او حتى لو طالب بيذاكر وما كانش بيذاكر في الاول فطبيعي يحس انه مش عارف يذاكر، او حتى مشروع انت داخل فيه جديد فطبيعي جدا هتحس انك لسه صغير في المجال ده. وعادي ابدأ صغير، واحدة واحدة بتكبر، واحدة واحدة بتتطور، النهاردة عن امبارح وبكرة عن النهاردة. وركز في وقتك وعلى نفسك وبس. وعموما عشان تنجح في حياتك لازم تعافر، لازم تكون عارف ان لسه في امل وعندك القدرة انك تتطور اكتر واكتر. مفيش حد ما بيتطورش في اي حاجة. انت اتولدت ما كنتش عارف تمشي، بس اتعلمت تمشي. كنتش عارف تتكلم،
ولا كنت عارف ازاي تتعامل مع الناس، ولا كنت فاهم يعني ايه الطبيعة البشرية، ولا حتى تاكل. ولكن مع الوقت اتعلمت. مع الوقت بقيت بتمشي وانت مش حاسس برجليك. عمرك فكرت انا الخطوة اللي جاية دي همشيها ازاي؟ خالص. انت بتمشي بشكل تلقائي لانك وصلت لمرحلة عالية من التطور في الحتة دي. ولكن ما كنتش عارف تمشي وتعلمت المشي واتطورت فيه لحد ما وصلت لمرحلة انك ما بتفكرش فيه اساسا. وكذلك الامر في الاكل وفي حياتك عموما. الطبيعة البشرية عموما مبنية على التطور. وبرضه خليك عارف انك عندك قدرة انت ممكن تكون لسه ما اكتشفتهاش. عندك حاجة جواك انت لسه ما اكتشفتهاش مختلفة عن غيرك. وحاول تبعد عن فكرة انا اتأخرت، انا ازاي هبدأ واخري. لا عادي، ابدأ. فشلت ابدأ تاني. اتأخرت ابدأ من النهاردة، ابدأ من بكرة. سني عدى ال 30 ل 40، ابدأ وما تستسلمش حتى لو فشلت. يكفي انك كسبت شرف المحاولة. في المعارك مش اللي مات هو اللي خسر، لا ده اللي استسلم وخاف يدخل المعركة من البداية هو اللي فعلا خسر. وهي دي الخسارة الحقيقية فعلا. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك. اشوفك في الفيديو الجاي على خير. كان معك محمد، سلام.